بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. اسعد بلقائكم اليوم في حلقه جديده من 30 عقده في 30 يوم من رمضان. جالنا سؤال مهم جدا جدا جدا، وانا باكد على كلمه جدا تاني، ودي مشكله بيقع فيها زمايلنا، عايزين نحلها من جذورها عشان محدش فينا يقع فيها تماما. تعالوا نسمع مع بعض المشكله واوريكم على الطبيعه ونشوف هنحلها ازاي ونخلص من القصه دي تماما. السلام عليكم يا باشمهندس اشرف، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا رب. بيقابلني مشكله كده في الماركر. عندي قطعه بحتاج منها اتنين شمال واتنين يمين، ومدخلها في جدول الموديل اتنين شمال واتنين يمين. بس لما في الطباعه بتاع الماركر بتطلع معايا بقى ايه، ساعات تلاتة شمال وواحده يمين او تلاتة يمين وواحده شمال. وفي نفس الماركر برضو بيطلع معايا اتنين شمال واتنين يمين، يعني مقاس بيطلع مظبوط ومقاس تاني ما بيطلعش مظبوط. نعالج المشكله دي ازاي ويساعدنا في حل العقدة دي كده؟ ربنا يكرمك وربنا يجعله ميزان حسناتك. طيب، لما تحصل معايا المشكله دي وان الماركر ما يلتزمش باتجاهات الباترون اللي انا مديها له في جدول الموديل، عندي هنا مشكله خطيره جدا. تعالوا نشوف الماركر ده مع بعض اهو. لما جينا نعشق البلوزه دي لقينا هنا ان مقاس 10 اللون الاورنج، خلينا نتكلم بالالوان، الصدر نفس الاتجاه اهو. خلاص، يبقى الاتنين دول المفروض عندي يمين وشمال، دول كده نفس الاتجاه. في مقاس 14 عمل لي يمين وشمال. طيب، في مقاس تاني اللي هو مقاس التمانية عمله لي نفس الاتجاه برضو، مع يعني بوظ لي الدنيا. انا عندي هنا الارم انذار خطير جدا لما اشتغل سنجل بلاي، لما افرش رق واحد. يعني ايه يا باشمهندس رق واحد؟ يعني كل اجزاء الباترون تطلع من رق واحد، يعني لازم اقف انتباه لاتجاهات الباترون اليمين والشمال. في السنجل بلاي ان انا عندي كم يمين وشمال، اسوره يمين وشمال، لياقه وش وظهر، اوكي كده. يبقى خلي بالي جدا من الجزئيه دي. تمام. ايه اللي يخلي القصه دي تحصل معايا؟ ان انا وانا ببعت الماركر بتاعي للتعشير اوتوماتيك، كليك يمين هقول له send to Acunist اهو. هنا انا هعمل ريستارت للماركر ده، ريستارت، اوكي كده. وهقول له خلي بالك روتيشن اخطر جزئيه عندي هنا اهي. روتيشن اول حاجه هقول له ريتيرن اول بيسز تو ذا منيو، طلع كل ده فوق. تعالى على الجزء الاوفر رايتس. الروتيشن اقول له جوه المقاس الواحد. لو انا بشتغل قطيفه، تمام، خامه فيها هاوي زي الهايدي، او خامه فيها مطبوعه فيها اتجاه للورده او الاتجاه للرسمه، هقول له زيرو. الروتيشن دي كلام هيمشي على اللي ليميت، كلام هيجب كلام اللي ليميت، دي الرئيسه بتاعتهم. يبقى لو انا يا باشمهندس عملت زي ما انت قلت لي في اللي ليميت انه اول باندل سيم دايركشن، بس جيت هنا عملت 180، مش هيخلي لي المقاسات كلها اتجاه واحد. يبقى اول حاجه روتيشن جوه المقاس الواحد، جوه ميديم بمشتملاته بمصاريفه كله اتجاه واحد. لكن انا ممكن عندي الخامه مساعداني اخلي الكم ده يمين والكم ده باصص يمين والكم ده باصص شمال، ما عنديش هاوي ما عنديش نقش، عادي جدا اقول له هنا 180. طب زيرو، يبقى الكمين باصين نفس الاتجاه، الصدرين باصين نفس الاتجاه، المقاس الكله كامل، مقاس ميديم بمشتملاته كله باصص يمين، مقاس لارج بمشتملاته كله باصص شمال. خلاص، نيجي بقى لاخطر جزئيه، ودي اللي انا بقف لها واديها تعظيم سلام، فليب. طول ما انا فارس سنجل بلاي عيني عليها، هقول له ديسيبل، اوعى تلعب في تجويزات الباترون اللي انا عاملها في جدول الموديل. انا عامل عايز من الصدر يمين وشمال اديني يمين وشمال، عايز من الكم يمين وشمال اديني يمين وشمال. يبقى هي دي اخطر جزئيه المسؤوله عندي في الموضوع ده. طيب لو جيت قلت له خليها لي زيرو زي ما هنشوف دلوقتي، وهقول له اوكي، تعالى وريني التعشير اوتوماتيك هيبقى عامل ازاي، وريني شكل واتجاهات الباترون هتبقى عامله ازاي. هيفتح معايا دلوقتي التعشير اوتوماتيك. نكبر عشان نشوف مع بعض، نمسك له اللون الفوشيا اهو بقى احترم اليمين والشمال وكله باصص ناحيه اليمين. ناخد الاكوا ده اهو احترم اليمين والشمال، يمين وشمال اهو كله باصص الناحيه الثانيه. ناخد الاورنج اليمين والشمال كله باصص ناحيه اليمين بالاكمام بتاعتها. ناخد الاصفر ده او المستردة كله باصص ناحيه اليمين، يمين اني لازم احط في حساباتي الاوفر رايتس، الروتيشن. لو عندي اتجاه قماش او عندي هايدي او عندي هاوي او عندي نقشه معينه، يبقى انا حافظ على ده بان اقول له زيرو. طيب
في الفليبس اقول له ديسيبل غير مفعله تماما ان انت في اتجاهات الباترون. بالتوفيق لحضراتكم، شكرا.